السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الثانوية العامة في مصر كلها. معاك مستر محمد القاضي. بإذن الله زي ما وعدناكم إن مادة الإنجليش إحنا هنحاول نساعدك فيها بشكل كبير. اتكلمنا مع طلبة كتير ولقينا إن الناس عندها مشكلة في التأسيس. الأجزاء القديمة اللي كانت تراكمية من السنين السابقة. فقررنا إن إحنا نعيد الجزء التأسيسي ده على حضرتك في محاضرتين عشان خاطر نلم الأجزاء القديمة دي لكل الطلبة. طيب في أجزاء تانية هنحتاجها تأسيسية هندخلها في الحصص، وقلنا لحضراتكم إن إحنا هندخل في الحصص بتاعتنا نص الحصة هيبقى تأسيس ونص الحصة هيبقى شرح. لكن الجزئيات دي هي الأساسيات اللي فاتت عليها سنوات كتيرة جدا مش موجودة في المناهج، بس هو فاكرك عارفها، فاكرك فاهم الأجزاء دي. جزء تأسيسي مهم هيبقى الجزء ده اسمه بيزكس 1 والجزء التاني هيبقى بيزكس 2. عايزك تجهز نفسك، جهز ورقة وقلم واكتب الحاجات الرئيسية المهمة بتاعتك. وخلي بالك عشان هقول لك شوية تريكس في البيزكس دي بتيجي في امتحان ثانوية عامة. عايزك معايا ويلا بينا ونستعين بالله ويلا يا شباب. يلا بينا هنبدأ يا شباب مع بعض الجزء الأول للتأسيس. مادة الإنجليش لو قدرت إن أنت تلم كل الأساسيات بتاعتها هيبقى اسمك طالب متأسس، والمتأسس في الإنجليش ده بيبقى باشا، لأن الجرامر كله بيعتمد على حاجات تراكمية. فأنا عايزك معايا هنركز على الأجزاء الأساسية دي واحدة واحدة. إحنا دلوقتي هنشرح بيزكس 1. أول حاجة لأي طالب في الإنجليش إيه هي؟ حضرتك إزاي تعمل سنتنس جملة. السنتنس بتاعتنا دي مثلا لو أنا جيت عند جملة وقلت لك إن أنا هبدأ الجملة بحاجة اسمها the government، الحكومة. طيب الحكومة هنا بالنسبة لنا تعتبر إيه يا شباب؟ قال لي تعتبر إن هي subject. هبدأ جملة بسبجكت يعني فاعل. طيب الجملة بتاعتنا السبجكت دي، طب والحكومة دي تصنيفها في الإنجليش إيه؟ بنقول عليها إن هي noun. يعني إيه noun يا شباب؟ يعني اسم. يبقى دايما الإنجليش بتاعنا بيبدأ بحاجة اسمها السبجكت. السبجكت ده هو ممكن يبقى noun اسم، ممكن يبقى ناون، وممكن بدل الحكومة دي أبدأ جملة بإيت، يعني أشيل الناون ده ويساويها حاجة اسمها بروناون يعني ضمير. يبقى أي جملة في الإنجليش عندنا ممكن نبدأها بحاجة اسمها ناون أو بروناون، ناون أو بروناون. برافو عليك. طب بعد الناون ده هحط إيه؟ أنا بقول الحكومة. الحكومة دي هقول إن هي مثلا builds، بتبني. الحكومة بتبني. طب بتبني ده اسم؟ قال لي لا، ده اسمه عندنا verb يعني فعل. وخلي بال حضرتك عشان في قاعدة مهمة جدا 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 في الانجليش، وامشي معايا واحدة واحدة. ايا كان مستواك الاساسيات دي يا هتفكرك بالقديم يا اما هنعيد على حاجات انت ما كنتش تعرفها. بص يا مستر، الفيرب هنا يمثل حاجة اسمها توافق. بنسميها هنا ايه؟ ادي السبجكت وادي الفيرب، ما بينهم حاجه اسمها اجريمنت، يعني توافق السبجكت ده مع الفيرب. ايه نتج عن التوافق ده؟ ضفنا للفيرب ايه؟ اس. بناء على ايه؟ بناء على زمن من الازمنه اللي احنا هندرسهم النهارده. يبقى اول حاجه the government builds، الحكومه دي هي اسم من الاسماء المفرد اللي نرمز له انا وانت بايت. فجينا عملنا ايه؟ قلنا ان هي بتبني. طيب الحكومة بتبني ايه؟ بتبني نيو سكولز، مدارس جديدة. بتبنيهم امتى؟ every day، كل يوم. يعني هي متعودة تعمل ده in Egypt، فين؟ في مصر. تعال اعلم حضرتك شوية حاجات. اولا تالت حاجة عندنا هنا هي كان حاجة اسمها الاوبجكت، اللي هو بنسميه انا وانت المفعول، اللي بنجاوب عليه بسؤال اسمه ايه؟ الحكومة بتبني ايه؟ نيو سكولز، مدارس جديدة. عشان كده الأجزاء الرئيسية subject وبعديه verb وبعديه object. وخلي بالك ده ناون وده ناون، يعني الأوبجكت ممكن هو كمان يكون ايه يا شبابها؟ ناون. برافو عليك. يبقى ناون وفيرب وناون، كونا الجملة. طب بيقول لي هنا كلمة every day. مين يقول لي every day دي لو حبينا نعرف هي أنهي جزء من أجزاء الكلام؟ مين يقول لي؟ برافو عليك. في طالب متأسس
حلو، بيحب الانجليش. قال لي every day هنا تعتبر adverb يعني حال. هي حال الحكومة ان هي بتبني مدارس امتى؟ كل يوم. طب لو جينا عند in، قال لي in ده preposition، ده حرف جر، برافو عليك. طب لو جينا عند كلمة Egypt، ايجيبت ده المكان اللي انا بتكلم عنه، برضه ناون تاني. يبقى انا وانت واحنا بنتكلم نلاقي ان الجمله وهي بتتكون فيها ايه؟ فيها ناونز، اسماء كتيره، لكن فيها وان فيرب، فعل ايه؟ واحد. يبقى اول حاجه the government builds new schools every day in Egypt. انا هنا محتاج اتعرف على اجزاء الكلام، عايز اعرف ايه هو الناون، ايه هو الفيرب، ايه هو البريبوزيشنز، ايه هي حروف الجر. لازم اعرف البارتس اوف سبيتش، اجزاء الكلام. عشان كده انا هاخدك في رحله تاسيسيه في ماده الانجليش، هصطحبك كده لحد ما اخليك تجيب لي الفول مارك في الانجليش، بس على شرط تبقى مركز معايا جدا، قلمك كشكولك. يلا بينا تعالوا نروح للجزئيه بتاعتنا هنا. لو انا رحت للشيت اللي عند حضرتك اللي هو موجود، اللي هو الشيت ده الاحمر، هنروح لحاجه اسمها اساسيات تكوين الجمله في اللغه الانجليزيه، Basics of English Structure. ايه هي الاساسيات عشان اكون جمله؟ اول حاجه وانت بتكون جمله عندك ثلاث اجزاء، لا 8 اجزاء، 8 parts of speech. ال8 parts of speech دي اجزاء الكلام. تعال نبص عليهم كده. اجزاء الكلام اللي هم مين؟ الناون اللي هي الاسماء، الناونز كلها ممكن يكون بيرسون او بليس او ثينج. طب ممكن انا عندي حاجه اسمها البروناونز، عندي حاجه اسمها الادجكتيفز، عندي حاجه اسمها زي ما علمتك الفيرب، وده اللي بيكسبريشن اكشنز، ده اللي بيعبر عن افعالنا. واحد رن، واحد ايت، واحد ثينك، كل دي اسمها الفيرب. بعد كده عندي الادفيرب الحال. بعد كده عندي حاجه اسمها الكونجنكشنز اللي هي الروابط. ممكن نروح لحاجه اسمها البريبوزيشنز، حروف الجر. واخر حاجه ساعات يجيب لي بعض الحاجات زي او او واو او اوتش، دي بنسميها انتروجكشنز يعني تعبيرات. يبقى انا وانت متفقين ان كل جمله في منها اجزاء parts of speech، مش لازم استخدمهم كلهم في الجمله، بستخدم بعضهم. طب تعالى برضو نراجع على اجزاء الكلام مع بعض كده. انا وانت واحنا بنكون جمله ساعات بنحط جمله زي I watch a movie، استخدمنا هنا subject واستخدمنا verb واستخدمنا object، زي علي loves music. طب لو جيت انا وانت نتكلم على حاجه تانية، علي runs، علي بيجري، علي ده يعتبر subject، هو السبجكت الفاعل. subject يعني ايه يا شباب؟ فاعل. طب علي ده runs بيجري، يبقى ده الفيرب. خد بالك واحده واحده، لو انت بتفهم انجليش كويس مش عايزك تزهق، احنا هنمشي ستيب باي ستيب، واي جزء هنراجع عليه انت محتاجه. الجزئيه اللي بعدها ينفع اكون جمله من subject وفيرب وحاجه اسمها adverb حال، برافو عليك. طب ممكن اكون جمله من ايه؟ subject وفيرب وadjective من صفه. بنقول علي ده is stupid، علي ده بيتكسف، علي ده stupid غبي، علي was ill، علي looks tired. طيب الاسئله اللي انا بقولها الوقت دي او الجزئيه دي هل بتيجي في الامتحانات بتاعه ثانويه عامه؟ ايوه يا مستر لا دي تافهه جدا. طب بص السؤال بيجي ازاي. انا عندي كلمه هنا منتهيه بال واي، بيقول لي they didn't get hurt. طب انا اللي منتهيه بال واي دي الكلمه دي is ايه؟ تصنيفها في اللغه ايه؟ هل هي رابط، ولا هل هي حال، ولا هل هي بروناون، ولا هل هي ناون؟ لا الاجابه الصحيحه تبقى هي ايه؟ برافو عليك، يبقى هي ادفيرب، يبقى هي حال. طب لو انا جيت سالتك هو الادفيرب هنا في الجمله describe بيصف، دايما الحال بيصف ايه؟ دايما الحال يا شباب لما انا اقول لك ان علي ده ماله؟ قال لي ان هو رانس بيجري، وقلت لك سلولي يعني ببطء. بطء هنا خد بالك عايد على مين؟ على جريه مش على علي. يبقى دايما الادفيرب ديسكرايب فيرب بيصف فعل. كلمة rarely اللي اخرها ال واي، قال لي does she visit us. rarely هنا تصنيفها adverb يعني ايه؟ يعني حال، برافو عليك. لما اجي اخدك كده واحدة واحدة واقول لك she fill off، fill off ده
هنا حرف جر preposition. عايز اتعلم اجزاء الكلام دي. She studied hard and got good marks. and هنا تصنيفها ايه؟ conjunction، رابط. طب لو جيت قلت لك he is an artist، هو هنا ده فنان. artist ده هنا and دي تصنيفها article. او ان او ذا تصنيفهم articles يعني ادوات. لو جيت بصيت على جمله زي she nearly lost everything، هنا دي برضو adverb. لو قلنا ان البروناونز are used in place of a، دايما الضمائر بتحل محل noun. ouch، كلمه ouch دي تعتبر ايه؟ تعتبر introjection يعني تعبير. طيب عايزك واحده واحده كده. انا قلت لك ان اهم حاجه لازم تبقى عارف الناون، الاسم. طب الاسم ده تصنيفه ايه؟ ممكن يكون اسم مفرد زي ابل، زي بنسل، وده المفرد ده بيبقى متوافق مع is، او في الماضي was، او بعد كده has، او ممكن does. يبقى دايما المفرد ليه حاجات متوافق معاها. طب ممكن يكون جمع بياخد are او where او have او do. يبقى انا هنا عندي الجملة ممكن تكون مفرد وممكن تكون جمع. بعض الاسماء في اللغة الانجليزية بتحتمل الاتنين، هناخدها بشكل تفصيلي في المنهج. طب خلي بال حضرتك من الجملة اللي جاية دي. علي قال لي study ولا studies؟ studies. ليه يا مستر؟ احنا لازم يكون عندي حاجة اسمها هنا ايه؟ توافق. توافق ما بين ايه وايه؟ ما بين الفاعل اللي هو مين؟ علي، وما بين الفعل اللي هو ايه؟ studies. تمام. نفس الفكرة لما اقول لك البنسلز مالها؟ help، ده اسم جمع، الفعل ما ضفنالوش حاجة. مستر هو ليه ما ضفنالوش؟ ده بقى اللي انا عايزك اخدك ليه. ده بنسميه انا وانت الجرامر. الجرامر بقى اللي هي ايه؟ التنسس، الازمنة، هندرسها النهاردة مع بعض ما تقلقش. طب our family has a big، هنا بيقول لي ان العيلة بتاعتنا has. طب ليه قلنا has؟ عشان our family دي احتسبناها ان هي مفرد. طب تعال نبص على اللي بعد دي كده. قال لي خلي بال حضرتك بقى، بعض الاسماء uncountable nouns يعني مش بعرف اعدها، يعني انا بعملها دايما معاملة المفرد. اي حاجة liquid، اي سائلة، اي مادة غازية، اي حاجة صلبة، اي كميات، واي حاجة بنسميها حاجات معنوية. يعني انت تعرف تجمع اللف، هقول لك بحبك 5 حبات 5 loves، هل ينفع دون؟ لا، هي اسمها love، ما بتتعدش، uncountable. freedom، كل دي كلمات uncountable. لازم اعرف الاسم ال uncountable nouns او الاسماء التي لا تعد. برافو عليك. كل دي اجزاء سهلة احنا بنعديها بسرعة عشان نروح للحتة المهمة، فتركز معايا عشان رايحين على حتة مهمة جدا بقى. طبعا انا قلت لك ده بيعامل معاملة المفرد. هنزل لك في الشيت الكلمات دي زي كلمة شوجر، سكر. مفيش حاجة اسمها شوجرز، سكرات، مفيش كده. في الانجليش بنقول شوجر وبتاخد ماتش. طيب يبقى بتاخد ماتش مش ميني، بتاخد ليتل. طب ووتر بقول دامج. حتى كلمة ادفايس، حتى كلمة ماني، حتى كلمة ميلك، كل دي كلمات uncountable. ما ينفعش تعد كلمة ميلك. هتقول ميلكس، لبنات، هي اسمها ميلك يعني لبن. نفس الفكرة في الكلمات دي. يبقى أنا وأنت عارفين إن الكلمات دي اسمها ال uncountable nouns. لازم أنا وأنت نقراها كويس ونعرفها عشان خاطر نعملها معاملة المفرد. يعني تاخد is أو was أو has أو does، أو تاخد much أو تاخد little. طيب برضو الجزء بتاع الناونز ده هناخده بتفصيلي في المنهج، بس انا حابب اقول حاجة عايزك تركز معايا هنا. لو انا بتكلم عن the audience، المستمعين، وهنا outside the concert gates، هم هنا مستنين. المستمعين تاخد are ولا تاخد is؟ ركز معايا، هل دي كلمة مفرد ولا كلمة جمع؟ اهي دي بقى الحكاية. هنا بنقول ده طالب متأسس وطالب مش متأسس. مين يقول لي؟ برافو عليك. طب لو قلت الاكسجين، طب قلت هوب، الامل، يبقى خلي بال حضرتك. اولا ذا اودينس هي كلمة تعامل معاملة المفرد، وهي كلمة uncountable، لان انا ما عنديش كلمة اسمها مستمع واحد، يبقى دي بتعامل معاملة المفرد فهتاخد is. خد بالك انا جايب are وهاف ووير، كلهم ما ينفعوش. الاجابة الصحيحة هتبقى is waiting. يبقى هنا عاملنا ده معاملة مين؟
المفرد. طب الاكسجين، هل الاكسجين ينفع انا وانت نعملها معامله الجمع؟ لا، المواد الغازيه كلها تعامل معامله المفرد. طب وانا في المفرد لما اجي اشوف توافق الفاعل مع الفعل، قال لي هنا هاجي مع الاكسجين هاخد الكلمه معامله المفرد، يبقى الفيرب بتاعها هنضيف له ايه؟ هنضيف له اس. طب لو جيت عند كلمه هوب، الامل، تعامل معامله المفرد، يعني هتاخد مين؟ از. طب ذا انفورميشن، المعلومات، the information you gave me، هنا برضه هعامل the information دي على انها معاملة المفرد، يبقى هتبقى wasn't. تعال ناخد اللي بعدها، gold، الذهب، اقول عليه do ولا اقول عليه are ولا اقول عليه have ولا اقول عليه does؟ برافو عليك. قلنا الذهب هو مادة صلبة، هو ماتيريالز، مادة خام، تعامل معاملة المفرد، يبقى أنا هنا بعامله معاملة المفرد فياخد داز. طب تعالى بص على الجزئية اللي بعد دي، بكلمك عن ايجيبت. مصر جروز رايز، مصر بتزرع الرز. طب والرز هنا يعامل معاملة ايه؟ المفرد. برافو عليك. أي مادة من المواد الخام، أي مادة من المواد الغازية، أي مادة من المواد الغذائية اللي بناكلها، أي مادة من المواد الغازية كلها تعامل معاملة المفرد، والماتيريالز كذلك، يبقى برضو دي هتاخد مين؟ هتاخد إز. طب سامي isn't a good player but luck، بالحظ. الحظ هنا يعتبر إيه؟ قال لي اسم غير لا يعد uncountable، اسم يعامل معاملة المفرد، بنقول عليه هنا ايه؟ برافو عليك، uncountable noun، اسم لا يعد، يبقى نعامله معاملة المفرد فنقول عليه helps. طب الميوزك، الموسيقى، برضو الموسيقى تعامل معاملة المفرد، يبقى هتاخد مين؟ has. طب الكافي اند تي، مستر الشاي والقهوة، الشاي والقهوة الاتنين هما الاتنين هنا يعاملوا معاملة المفرد، هقول عليهم is ولا اقول عليهم are؟ هنا بقى هو عاملهم على انهم جروب. The most popular hot drink all over the world. عايزك تركز معايا جدا، بص عليها كده، كافي اند تي، الشاي والقهوة، are ولا where ولا was ولا is؟ اولا الجملة اللي عند حضرتك فيها 2 مضارع و2 ماضي، فانا لازم ابص كده، هما بيعتبروا the most popular اكتر الحاجات المحبوبة. اولا هو هنا بيكلمك عن حاجة في المضارع، يا اما is يا اما are. طب انا لما احط كلمة and تبقى ما دام حطيت الاتنين يبقى هعملهم معاملة الجمع، وهقول عليهم ايه يا شباب؟ are، حتى هم uncountable. طب our rubbish، الزبالة بتاعتنا، تعامل معاملة المفرد، تبقى has been. Today's football news about Liverpool، الأخبار بتاعت ليفربول، هنا تعتبر جملة مفرد فتاخد برضو ايه؟ فتاخد was. طب تعال نبص على آخر سؤال في الجزئية دي، أنا ببص على الأساس. الأساس يا مستر هنا بيقول لي لو أنا بصيت على الأساس هنا أعامله معاملة المفرد ولا الجمع؟ قال لي بعامله معاملة الاسم الذي لا يعد، يبقى يعامل معاملة الأسماء التي إيه؟ لا تعد، فياخد ماتش. تمام، برافو عليك. يبقى أول حاجة عرفناها إن عندي حاجة اسمها أسماء تعد وأسماء إيه؟ لا تعد، دي الناونس بتاعت حضرتك. طب تعالى بقى أودي حضرتك عند حتة تانية مهمة جدا. أنا وإنت قلنا إن في حاجة اسمها الفيرب، الفعل. عايز أقول لك على حاجة، لو فعل زي كلمة بلاي بنقول عليه انفينيتيف. طب لو فعل زي كلمة بلاي وبلايس ده بنقول عليه بريزنت، يعني مضارع. طب لو هو بلايد بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه ان هو ماضي. طب لو هو بلايد بس في التصريف الثالث بنقول عليه باست بارتيسيبل، باست بارتيسيبل يعني التصريف الكام؟ الثالث، يبقى ده بنسميه ماضي بس في التصريف الكام؟ الثالث. طب ايه هي الجيرند؟ الفيرب المضاف له ايه؟ اي ان جي. دي اشكال الافعال اللي عند حضرتك اللي لازم تاخد بالك منها كويس. بس عايزك برضو تبص على حاجه كده، ان انا عندي انواع كتيره من الافعال. ساعات بيبقى عندي فعل مثلا زي الموديل فيربس، ساعات بيكون عندي افعال بشكل تاني. طيب عايزك تركز معايا هنا بقى. لو انا رحت انا وانت عند الجمله الاولانيه بتاعتنا،
قلنا انا وانت ان كلمة government تعتبر noun، وقلنا ان كلمة builds تعتبر verb، وقلنا ان ده يعتبر object. طب انا عندي حاجة هنا، انت علمتني ان في حاجة اسمها البروناونز. يعني ايه البروناونز دي يا شباب؟ يعني الضمائر. ينفع الضمير يحل محل الاسم اللي احنا درسناه. طب ايه هي الضمائر؟ تعالى كده اوديك للضمائر. واحد، اول حاجة في حاجة اسمها subject pronoun، ضمير من ضمائر الفاعل زي I، زي he، زي she، زي it، دي ضمائر فاعل. طب في حاجة تانية اسمها object pronouns، يعني ضمائر الفاعل ولا ضمائر المفعول؟ قال لي ضمائر المفعول. فالاي هنا لما احب احطها ضمير مفعول يبقى مي. طب والهي هنا تبقى ايه؟ قال لي برافو عليك، تبقى هم. طب والشي تبقى ايه؟ تبقى هير. طب ما تيجي ندرس لك الحكايه دي كلها، انا فاكرها من زمان لكن برضه عايزين نبص عليها. انا عارف انك عارفها كويس. بص يا مستر يا جميل كده، لو انا جيت وطلعنا كده عند الجزئيه دي، تعال نبص على الجزئيه بتاعت البروناونز دي. اول حاجه الضمير الاول اي، لو انا بصيت على اي ده اسمه سبجكت بروناون، يعني ضمير فاعل بمعنى ايه؟ انا. طب ولو انا حبيت اخليها يبقى اسمها مي، دي بتيجي في الاخر اسمها اوبجكت بروناون، عايده عليا بس ما اسمهاش انا. يعني لما اقول لحضرتك ان اي جيف، مش هقول اي جيف اي جيف هيم. طب شوف هيم دي عايده على مين؟ عايده على هي، يبقى دي عايده عليا على هو، ويو دي عايده عليك انت، ها، وشي دي عايده على ايه؟ على ايه؟ ها، على هي. طب وايت على غير العاقل، لغير العاقل. تمام، برافو عليك. طب وي بمعنى نحن. طب يو بمعنى انت. يبقى انا عندي هنا خلي بال حضرتك دي ضمائر الفاعل. طب اليو بتبقى يو زي ما انت. طب الهي تبقى هم. طب الشي تبقى هير. طب الايت. طب الوي اس. طب اليو يو. يبقى دي اسمها ضمائر السبجكت ودي ضمائر الاوبجكت. طب تعال نبص على الملكيه. انا جبت عربيه فاقول ماي كار، عربيتي. طب مش عايز اذكرها، يعني مش عايز اذكر كلمه كار، فقلت ان هي اسمها ايه؟ ها، ماين. طب يور كار، عربيتك. طب انا مش عايز اذكر ان هنا، فقلت عليها ايه؟ ها، يورز، يعني ملكك. طب هيز كار، عربيته. هنا قلت هيز، يبقى هنا لا نذكر الاسم، مش بنقول الاسم، لكن هنا حاطين الاسم اهو. يبقى ماي كار، يور كار، هيز كار، هير كار. يبقى دي اسمها ضمائر الملكيه. اتس كار عايده على غير العاقل. اور كار، عربيتنا. يور كار، عربيتك. طب لو انا مش عايز اذكر الاسم يبقى الهير هتبقى هيرز، والايتس هتبقى ايتس، والاور هتبقى اورز، واليور هتبقى يورز. برافو عليك. طب واحد بص على نفسه في المرايه يبقى شاف ايه؟ انا شفت ماي سيلف. يعني ايه ماي سيلف؟ نفسي. برافو عليك. يور سيلف، نفسك. ها، himself، نفسه. herself، ها، نفسها. ها، itself، لغير العاقل. طيب ourselves معناها ان احنا شفنا، ها، انفسنا نحن، عايده علينا. طيب يبقى هنا فينا yourselves، انفسكم، عايده عليكم، وهكذا. تعال نروح للي بعده. في بقى هنا زي، ابص عليها لما تبقى اوبجكت تبقى ذم، ابص عليها لما تبقى ملكيه باسم تبقى ذير، ابص عليها لو هي من غير اسم تبقى ذيرز، ابص عليها لو هي ضمير منعكس يبقى themselves. طيب برافو عليك. تعالى وانت نحل حل تطبيقي على الحته الصغيره دي. اول حاجه، سلمى has a very good phone but I really love. love ايه؟ برافو عليك. but I really love mine، بحب الحاجه اللي ملكي. طب my sister ليلى is taller than، هتبقى taller than ايه؟ taller than me. طيب هنا نقط went to the cinema with سالي، راحت السينما مع سالي. مين اللي راح يا مستر؟ I went. ما هي I هنا بنسميها subject pronoun. طب our dad bought، ها، برافو عليك، تبقى for us.
تمام. don't ask for help، ما تطلبش المساعدة. do it ايه؟ yourself. في ناس جامدة جدا سريعة اعتبرت الحاجات دي أساسية، وفي ناس مركزة فيها عشان تتعلم. برافو عليك. طيب عايزك تركز معايا في حتة تاني خالص بقى. اتعلمنا يعني ايه ناون، واتعلمنا يعني ايه بروناون، وشفنا الفيرب. هبص على حاجة اسمها بقى الادجكتيف. ركز معايا. دايما بنقول ان الادجكتيف ده جاي يوصف اسم. يعني انا بقول لك علي، وبقول لك ان علي ده از طول. مين اللي طويل يا شباب؟ ها؟ قال لي اللي طويل ده علي. يبقى انا هنا علي دي، علي جايه الصفه عايده عليه. فبنقول دايما الادجكتيف describe noun or pronoun. يعني ممكن اشيل علي واحط بداله مين؟ هي. برافو عليك. طب لو جيت بصيت كده، الادجكتيف دي come after verb to be. يعني انت لو بصيت هنا احنا حاطينها بعد فيرب ايه؟ ها؟ to be. برافو عليك. طب بص بقى كمان، بعض الافعال في اللغه الانجليزيه تحل محل فيرب تو بي، زي كلمه لوك او كلمه سيم او ابير او ساوند. كل الكلمات دي تحل محل فعل الكينونه وتيجي معاها ايه؟ الصفه. لكن في العادي الصفه لا تاتي الا مع فيرب تو بي. تعال بقى ركز معايا كده. عندي حاجه اسمها ان الادجكتيفز comes before any noun. يعني انا بقول لك مثلا ان هي مثلا هو شاف tall man. a tall man، شاف رجل طويل. طب ماشي يا مستر، انت قلت طول بس ولا tall man؟ tall man. فاستخدمت هنا article، بعد كده استخدمت الادجكتيف، بعد كده استخدمت noun. يبقى تركيبة الجملة بتاعتي دايما الصفة تسبق الموصوف. دايما الصفة تسبق الموصوف. يبقى تأتي الصفات قبل أي اسم. طيب بعد الصفات بتنتهي بإي دي، وبعد الصفات بتنتهي بأي إن جي. ودي جزئية في اللغة مهمة، ركز معايا فيها. إمتى بنقول الصفة منتهية بإي دي؟ لما أقول لك مثلا إن علي ده is bored. يعني علي ده حاسس بالملل. ثواني، هو علي ده عاقل؟ قال لي ايوه. هو اللي بيشعر بالملل، يعني هو الفاعل. يبقى بورد دي عايده على مين؟ على علي. طب انا جيت قلت لك ان هنا بدل ما اقول لك علي رحت قلت لك ايه؟ ها؟ قلت لك مثلا في جمله من الجمل هنا اهو، قلت لك ان الفيلم اللي اتفرجت عليه النهارده ذا فيلم ماله؟ الفيلم ده كان is boring. يعني كان ايه؟ ها؟ كان ممل. برافو عليك. الكلام هنا عايد على مين؟ عايد على علي ولا عايد على الفيلم؟ عايد على الفيلم. يبقى هنا عايد على عاقل ولا على غير عاقل؟ عايد على غير عاقل. يبقى خلي بالك الصفة لما بتنتهي بإي دي بتبقى عايدة على الفاعل، منتهية بأي إن جي عايدة على المفعول. يبقى الفيلم is boring، الفيلم ممل. طب خلي بال حضرتك، أنا بقول لك سامي was tired. tired عايدة على مين؟ برافو عليك. يبقى هو هنا. طب خلي بال حضرتك بقى، لو أنا بوصف واحد تاني، مش بقول علي هو بورد، علي مل، لا أنا بقول إنه علي ده ممل. بقى هقولها إزاي؟ هقول بورينج برضو. يعني أنا لو عايز أوصف علي وهقول لك علي ده is boring، يعني علي ده شخص عادي. قال لي لا ده ممل. يبقى أنا هنا بتكلم على إني وصفته. برافو عليك. يبقى الصفة هندرسها برضو تاني في يونت 2 داخل المنهج. عايز أطلب بقى من حضرتك طلب، هتركز معايا. هسيب لك في الشيت ده بعض الكلمات الأساسية المرتبطة بالمجالات. هتعمل فيها إيه؟ الكلمات دي هتقراها لي. كلمات بتتكلم عن التوريزم السياحة، كلمات بتتكلم عن السبورتس الرياضة، كلمات بتتكلم عن الميديا الإعلام. كل دي كلمات عايزك تبص عليها. ليه؟ المرحلة الجاية بيزكس 2 مش أساسيات بقى في الجرامر زي ما انت شايف كده وتكوين الجملة، لا، ازاي بقى انا وانت نفهم التنسس نفسها. فهنحتاج شوية كلمات مع بعض. هتقرا لي ديا كويس جدا، ودي وجبة خفيفة صغيرة تأسسك في مادة اللغة الإنجليزية. جهزناها لك، التيم بتاع القاضي عمل لك عظمة. خلي بالك بإذن الله هتلاقينا معاك بنرد على كل استفساراتك. أي حاجة أنت محتاجها إحنا في ظهرك. هتقفل إنجليزي ومحدش يقول لك الإنجليزي صعب ولا يقول لك أنا ما تأسستش. إحنا هنأسس أهو. طب الكلمات أهو يا دكتور، خلي بال حضرتك شوية كلمات عن التوريزم،
شويه كلمات عن الماس ميديا، شويه كلمات عن الاديوكيشن، موجوده في نهايه الشيت، هتبص عليهم كلهم. عايزك تراجع لي على الكلمات دي قبل ما تخش على بيزكس 2، كلهم مهمين جدا. حتى الافعال اللي انا حاططها لك انا محتاجها الفتره الجايه، افعال بالتصريفات بتاعتها. خلاص كده يا رجاله، جهز نفسك وشوف انت محتاج ايه، وان شاء الله الكورس الصغير دون هو ممكن يبقى دافع ليك في الطريق اللي جاي. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مستر محمد القاضي.